رقم واحد، شخص تحسه واضح مع كل اللي حواليه واللي حواليك، لكن معاك انت عايز يظهر نفسه ان هو شخصية غامضة في كل حاجة. حتى الحاجات البسيطة، تسأله مثلا هشوفك امتى يقولك معرفش. تسأله مثلا عن أحواله تلاقيه ما بيحكيش ليك حاجة عن أحواله. لكن نفس الأسئلة دي بيسألوها له الناس اللي حواليك، تلاقيه بيجاوبهم عادي. لدرجة إن تصرفاته دي بتلفت نظرك جدا وتبقى مش عارف هو ليه بيتصرف معاك كده. رقم اتنين، تحس إنه شخص غريب، مرات مهتم بيك زيادة قوي عن اللي حواليك ومرات لأ. مثلا انتوا متواجدين في مكان سوا، تحس عينيه بتتابعك طول الوقت. مرات تانية العكس تماما، تحس انه ما بيسألش فيك ومش مهتم بيك اصلا. فتشوف ان هو شخصية بتناقض نفسها، يعني كل حاجة وعكسها في نفس الوقت. لما تيجي كمان تقارن تعاملاته مع اللي حواليه بتعاملاته معاك، تلاقي تعاملاته مع الناس اللي حواليه تعاملات عادية طبيعية وبالروتين العادي بتاعها. لكن تعامله معاك انت مختلف، وتبقى مستغرب مش فاهم مشكلته معاك ايه وليه التناقض الغريب ده منه. رقم 3، دايما يرد على رسائلك انت متأخر، لكن هتلاحظ ان ردوده على باقي الناس اللي حواليكم شكلها عادي وطبيعي برضه. لكن هو هنا عايز يقولك ان هو مشغول دايما، ما بيفكرش فيك وانت مش في دماغه. وده كله علشان مش عايز يكشف ويعلن عن حبه ليك.